اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمن الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قاعد وتروق على أهل اليقين من عسر ذلك الإذعان وتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد الأفضل الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ الخلق من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وضل به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا قمرا منيرا فما ظما من نعمة تكرم الله بها على البشر وما وسع من نعمة تسرى سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمع واسكى التحيات وأوصاحيا صلى الله على رب عليه النبي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز فيها عليه في خلد الكمال وقام بحق ربوبيته في فضل الخطبة اللي واقبل عليه غايك الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه بي فينبث في قلبي نور سر تعلقي وحبي ويكتب بي عابد بعناية الله في حسبي وعلى آله وصحبه الذين ارتعوا صوت المجد بقربي صلى الله عليه وتفيأوا إلى الأشر والأسلي بدي وحبي بعض الأقوال من أشر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما طلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه تقسيس للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فلقد بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حول اسم الكمال المطلق لحسن التام والزين الله عليه فتنقل ذلك الجبل الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما برسول بعظم إلا وتمت عليه من الله النعمة فالقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب به موت التكرار ودعو خروجي وقد قدر الأقدار الأسلد بما قدت وطر من سر هذا النور ما أظهرت صلى الله عليه وخصصت في من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه حتى برز في عالم الشات بشرا لا كالبشر ونورا خير الأفكار ظهور وبر فتعلقت إمة راكب اليد الخروب بيركم في هذا الكرام تاسم والدي من أنجيب ذلك النور المعروف صلى الله عليه الأسود في بشم الشر أوصاف في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وتروحيح المتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا طالب الكلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنساني إلى تدوين ما حفظت من عزر أشرف المخلوقين
وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقت آيات في الكريم منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعا التقضي بهذه الحضن الكريمة ولا يدن شكل السماء أو صوب العظيمة ولعل الله يعفو بالمتقلم والسامي فادخلني بشفاعة النبي الشافي وتروحني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حبيبنا علي شاين الله شاين الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله. يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام الإمام شايل الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله